شغال من 2002، 23 سنة تقريبا اهو. بعمل تقريبا 80% من الشغل، الشاشات، السوكتات، المايكات، الكريستالات، الايسيهات. ده مش 80% من الشغل. اللي بيجي لي. بالظبط كده. اه. بالظبط، دي حاجة مهمة جدا. اه. عارف ليه؟ النهاردة واحد، الكورس اللي احنا فيه ده اوكي. بيزكس ومبادئ، مش متعمق في موديل معين. فاللي هتاخده هنا يمشي على كمبيوتر، في اللي هتاخده في الكورس ده يمشي على كمبيوتر، يمشي على موبايل، يمشي على اندرويد، ايفون، شاومي، سامسونج، يمشي على الكل. انت على المبادئ اللي هتدرسها معايا دي دلوقتي في الكورس ده تخليك تتعامل مع اي لوحة الكترونية بغض النظر. اما انا بقى عايز اتخصص في حاجة معينة، مثلا زي دوائر الاندرويد مثلا، عايز اتخصص في ذواكر الاندرويد، ده قسم تاني. عايز اتخصص في الابل، واحد عايز اتخصص في الباغات. فاهمني؟ فمهم جدا لما تيجي تاخد كورس تبقى انت عارف ايه الشغل اللي بيجيلك وانت ما بتقدرش تعمله، عشان لما تختار المدرب اللي انت هتروح تتعلم منه تستفيد باكبر قدر ممكن. يعني انت مثلا قلت لي عايز اخش معاك كورس الممارسين اللي هو اللي بعد الكورس ده. وكورس الممارسين اللي انا بديه هو متخصص في ايفون مش في اندرويد. في الكورس ده بنتعلم حاجات هتمشي مع الاندرويد، انما لما تيجي تقول انا عايز حد متخصص اندرويد مش ايمن احمد، لان ايمن احمد شغله 90% ايفون و10% اندرويد. لو مدرب تاني اقل مني في الخبرة بس بيجيله اندرويد كتير ممكن يبقى احسن مني في الحتة دي. ليه؟ حتى لو هو ما عندوش علم نظري قوي، بس هي الممارسة وكتر الأجهزة اللي بتجيله علمته. فمهم انك تبقى عارف انت جاي عايز ايه من الكورس، محدد هدفك ومحدد مين اللي انا شايف عنده الحتة دي فعايز اروح له اتعلم منه.